السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة سيشن جديدة هنبدأ فيها مع عقود مقاولين الباطن. يمكن الفترة اللي فاتت حاولنا نلم أكبر نقاط مهمة خاصة بمستخلص العميل. ممكن يبقى في نقاط تانية نناقشها، يعني ممكن نرجع له تاني، بس أنا حابب ناخد النقط المهمة آه، في كل جزء، وبعد كده نخلي زي جزء كده في الاخر زي يعني الاي تي سي انا كنت برضه هتكلم عليه، بس حبيت ان ناخد جزء مقاولين الباطن، وبعد كده لو في اي حاجه في الاخر بسيطه هنرجع لمستخلص العميل وعقد العميل تاني يعني. فالنهارده ان شاء الله هنبدا مع مقاولين الباطن، سواء العقود بتاعتهم والمستخلصات والدنيا، تفاصيل اللي خاصه بعقود الباطن. اما بيجي لي عقد مقاول باطن، في نقط مهمه في العقد لازم ابص عليه. تمام. اول حاجه طبعا اسم المقاول، وصف العمل. المقاول ده ماسك اعمال ايه؟ لان ممكن يبقى عندك مقاول ماسك اعمال دهانات واعمال بياض واعمال، فانا لازم ابقى عارف العقد ده بتاع ايه. تمام. اسم المقاول والاعمال اللي نازل عليها، قيمه التعاقد، لازم ابقى عارف قيمه التعاقد. وهنا قصدي بقيمه التعاقد ان مثلا ممكن يبقى عندك عقد وملاحق ليه. يعني مثلا العقد مثلا بمليون مثلا، وملحق ب 100,000، يبقى انا لازم اعرف ان قيمه التعاقد اللي معموله للراجل ده مليون و100,000. جميل. اجمالي العقد، لان الملاحق هي مكمله للعقد الرئيسي. احيانا مش بيتكتب، يعني المفروض لما بيطلع ادندم او ملحق يتكتب ان قيمه اجمالي التعاقد كام في الملحق. احيانا بيتكتب، في شركات بتكتبها في البريكيرمنت، احيانا بيكتبها واحيانا لا. فانت دورك ككوميرشال تبقى عارف اجمالي العقد بالملاحق بتاعته عامله واصله لكام. تمام. فدي نقطه قيمه التعاقد. الكونتراكت ريفرنس، كل عقد كل عقد بيكون ليه ريفرنس بيشتغل عليه الكوميرشال، بيشتغل عليه الحسابات، بيشتغل يعني بتمشي السايكل كلها. السايكل اللي بيمشي من اول ما بنبربير العقد في البريكيورمنت، بياخد الكود ده او الريفرنس ده، وبيبدا ثابت معانا في الكوميرشال في الحسابات، بيبقى ليه الريفرنس ده. لازم تبقى عارف الريفرنس ده ليه؟ لان احيانا انا بقول لك الكيسز اللي وارد تحصل، مش معنى انها ما قابلتلكش، ما يعني ما ظهرتش في طريقك انها مش موجوده. وارد يحصل ان يبقى عندك مقاول اسمه اكس. تمام. المقاول ده شغال في اعمال خرسانات، ريفرنس العقد بتاعه مثلا 111. جميل. مثلا اس 111 مثلا. تمام. يتعمل له البريكيرمنت، يعمل له عقد تاني، عقد مش ملحق، يعمل له عقد تاني على نفس اعمال الخرسانات بريفرنس تاني. فده كده بالنسبه لي انا ككوميرشال ده مقاول تاني، يعني بدل الريفرنس ده يعتبر كده مقاول تاني. تمام. بشتغل منفصل، ما ينفعش بختم له لوحده وبختم العقد ده لوحده. عشان كده الريفرنس مهم. طب حد هيقول لي طب ليه ما نعملوش ادندم؟ طبيعي طبعا، لو مقاول واحد وفي نفس الاعمال في نفس الخرسانات، ان هو يتعمل له يعني يتعمل ملحق، بحيث ان احنا ما نكترش العقود، يعني ما يبقاش عندي المشكله دي. بس ده بيحصل احيانا بيحصل. فانت لازم يبقى لامم الدنيا كلها، المقاول بوصف العمل بالريفرنس بتاعه. تمام. النقطه اللي بعديها مده التعاقد. لازم اعرف ان العقد ده المفروض يتحقق خلال قد ايه؟ 6 شهور، سنه، ديوريشن بتاعه. تمام. 3 شهور وات ايفر. ليه؟ عشان بعد كده ابقى انا بدي هنت او الارم لمدير المشروع ان الراجل ده والله المفروض كان عقده يخلص من خلال 3 شهور، احنا واصلين على الشهر الرابع والعقد اتعمل مثلا منه اتنفذ منه 50%.
نفذ منه 60%. عشان مدير المشروع لو حب ينزل عليه اي خصومات تاخير ويفعل النقطه دي يفعلها. فلازم ابقى انا عارف مده التعاقد المفروض قد ايه. طيب بعديها السكوب اوف ورك. السكوب اوف ورك هنا ان المفروض اي تعاقد بيتحدد فيه نطاق العمل. يعني مثلا انا جبنا مقاول زي ما قلنا اسمه اكس، المقاول ده هياخد بيلدنج واحد واثنين وثلاثه. كده انا حددت له نطاق العمل بتاعه، هياخد اعمال خرسانات في بيلدنج واحد واثنين وثلاثه. طيب جه مدير المشروع قال لك لا دخل معاك آه، مبنى اربعه كمان معاك في المستخلص. لا ما اعرفش. ليه يا هندسه؟ لان يا هندسه انا عندي سكوب اوف ورك، العقد ده طالع على عقد على بيلدينج واحد واثنين وثلاثه. حضرتك عايز تنزل له اربعه، نعمل له نبعت له طلب تعاقد ويتعمل له يطلع له ملحق بالمبنى الرابع ده. لكن انا دايما بحترم السكوب اوف ورك. تمام. دي نقطه، لان ما ينفعش ليه؟ عشان برضو السكوب اوف ورك ده بيبقى على اساسه كميات التعاقد محطوطه وما الى ذلك، فلازم احترم نطاق العمل. ماشي. واي حاجه مستجده تتعمل بسب كونتراكتور ريكويست ويتعمل ادندم بعد كده. ماشي. تاريخ تحرير العقد. لازم طبعا يبقى انا عارف العقد ده اتحرر امتى. ليه؟ عشان احسب مده التعاقد من تاريخ تحرير العقد. يعني سي مثلا العقد ده اتفعل من 1/1/2025 ومدته 6 شهور، يبقى انا في شهر 7 الراجل ده كده اتاخر. تمام. سواء هو اتاخر او انا اخرته وات ايفر، النقط دي هيقف عليها مدير المشروع. انا دوري ان انا بدي الارم. تمام. وارد احنا نكون اخرناه في حاجات، وارد يعني وارد يكون هو اللي اتاخر. لكن انا دوري ان احيانا ببقى مهم ادي الارم لمدير مشروع ان ده العقد تذكر يا هندسه الراجل ده اتاخر في ايه؟ في مده العقد بتاعته. الدفعه المقدمه، الراجل ده المقاول يعني صارفين له دفعه مقدمه مثلا سي 10%. جميل. طيب زي ما اتفقنا انا دايما ببص على الدفعه المقدمه نسبتها قد ايه من العقد، وببص على رد الدفعه المقدمه هردها ازاي. لان احيانا يقول لك المقاول هنطلع له 10% من التعاقد. جميل. دفعه مقدمه جميل، بس هيردهم 12%. يعني مش قصدي على 12%، نردهم 12% نسبه الرد. تمام. يعني انا خدت مثلا مليون، العقد بتاعي 10 مليون. تمام. الراجل ده خد 10% دفعه مقدمه مليون جنيه من ال 10 في المليون اللي هي العقد بتاعه. طيب بس انا هرجع المليون دي، نفس المليون هرجعها بنسبه 12%، ده طبقا للتعاقد. عشان كده لازم نركز في نقطه نسبه الدفعه المقدمه ونسبه رد الدفعه المقدمه. جميل. طيب البند بتاعي الخاص برضه في العقد المهم ابقى اخد بالي منه طريقه السداد. انا المستخلصات مثلا بتتعمل شهريه ولا نصف شهريه؟ احيانا آه، يعني خلينا نقول المعظم بنخلي وده طبعا احنا مرجعيتنا العقد بس. عقود العماله، عقود بنسبه كبيره العماله، النظافه، الحاجات دي اللي هي المقاولين اللي ما بتقدرش تستحمل الشهر. تمام. بيبقى مستخلصاتهم كل نص شهر. ده الاشهر. تمام. وفي الاخر مرجعيتك التعاقد بتاعك. بعد كده ببص على الاستقطاعات بتاعتي. الاستقطاعات بتبقى ضريبه الارباح التجاريه. طبعا تاني انا بقول لك كل الاستقطاعات اللي ممكن تلاقيها وفي الاخر التزامك بالتعاقد. ماشي. ضريبه الارباح التجاريه بتبقى لا 1% لا 3%. 3% بتبقى على التوريدات في الاغلب. تامين ابتدائي، تامين نهائي، زي ما قلنا رد الدفعه المقدمه، ضريبه مكتب العمل اللي هي 45%. نبص برضو على غرامات التاخير. غرامات التاخير بتبقى نسبتها قد ايه؟ في الاغلب تبقى 1% على الاسبوع بحد اقصى 10% من قيمه العقد. بعد كده باجي عند النقطه المهمه دي، مسؤوليات الطرف الاول والطرف الثاني. ودي بتبقى من الحاجات اللي هي بنخليها ايه، بنتكلم في ايه. هتلاقي دايما العقود في شروط عامه
في المقاولين شروط عامه وشروط خاصه. الشروط العامه اللي هي بنسبه كبيره مش بتتغير كتير من مقاول للتاني، ثابته، تمبلت ثابته الى حد كبير. تمام. اللهم حبه حاجات بسيطه قوي، يعني حبه بنود بسيطه، ممكن مثلا ايه زي ما قلنا طريقه السداد تبقى شهريه او نص شهريه، ضريبه الارباح التجاريه واحد او الحاجات دي. لكن مسؤوليات في الشروط الخاصه بقى دايما بتبقى ممكن لكل مقاول على حاجه، او لكل ديفيجن على حاجه. هنا كل مقاول او كل ديفيجن، يعني الخرسانات غير البياض غير المباني او كده. تمام. مسؤوليات الطرف الاول والطرف الثاني المقصود بيها ايه؟ ببص مثلا المهمات، المهمات السيفتي على مين؟ علي انا المفروض الطرف الاول كمقاول عام اوفر لمقاول الباطن المهمات دي، ولا هو اللي يوردها، ولا هياخدها مني وتبقى بالخصم عليه؟ وات ايفر، هي هتبقى على مين؟ على الطرف الاول ولا الطرف الثاني اللي هو المقاول الباطن؟ بلاش ال ال نقول مثلا في الخرسانات، نقل العده، نقل العده بتاعت المقاول عليه ولا عليا؟ عشان لما يجي لك بعد كده سلك المعدات، لو هي مثلا نقل العده عليه جوه الموقع، الراجل ده مثلا واخد 3 عماير ونقل العده جوه الموقع عليه. تمام. لما يجي لي سلك المعدات والاقي ان سلك المعدات كان مثلا اللودر شغال مع المقاول ده، لا اطلب كده مذكره خصم، لان المفروض الراجل ده بينقل عدته. فانا بقول لك الموضوع المسؤوليات دي بيخبط معاك فين. تمام. عندك التشوين، التشوينات دي قسم تشوين، التشوينات عليا ولا عليه؟ تمام. تشوين مثلا الحديد هيبقى عليا انا كمقاول عام ولا على المقاول؟ تمام. عشان المقاول لما يجي ياخد مني لو هي عليه ويجي ياخد مني معدات او انا اساعده في التشوين، لازم ده يترجم معايا مذكرات خاصه، لان هي دي في سكوب شغل. تمام. الكهرباء، توفير الكهرباء عليا ولا عليه؟ الميه، كل التفاصيل اللي بتحدد المسؤوليات ما بين الطرفين لازم ان انا تبقى واضحه في العقد، وهي دي اللي انا ابدا اشتغل عليها. طيب نقل يعني النظافه، هو اللي هينظف مثلا، او نقل مخلفات شغله، ولا انا اللي هنظف له مثلا؟ الحاجات دي بتذكر كمان في العقد، احيانا بتنزل للتفاصيل دي. طيب خلينا نقول كيسز بتحصل ان انت العقد بيقول لك مثلا التشوين على مقاول الباطن، او ان العده مثلا على مقاول الباطن، وجه مدير المشروع قال لك بص يا محمد، لا خلي التشوين علينا، السعر عند الراجل ده ضعيف ومضروب بالنار، احنا لازم هنزق معاه وهنسبورت معاه تمام. جميل يا هندسه. عيني. عايز يعني هبعت لك ميل تقول لي فيه ان احنا هنشيل كذا 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 من العقد. تمام. وهبقى الميل ده برضو البريكيورمنت هيبقوا عارفين، عشان انا من الاخر مش جهه تعديل في العقد، العقد عندي كذا فطبقا لتعليماتك انا هعمل كذا. وهي دي النقطه، ان انت اي تعديل عن العقد لازم تثبته اوفيشال عندك من مدير المشروع، طبعا رئيس قطاع، كل الناس دي. لو اديتك انستراكشنز بتعديل حاجه في العقد، انا ببعت ايميل بوضح فيه الكلام ده، عشان من الاخر ابقى انا اما جيت اشتغلت ديبند اون انستراكشنز جالي. احيانا بتبقى، وطبعا احيانا بيبقى الباور ممكن يعني الباور ما يبقاش في ايد مدير المشروع، مدير المشروع ما يقول لك حاجه لا دي لازم رئيس القطاع هو اللي ياخد فيها اكشن. انت تسمع لرئيس القطاع. مدير المشروع ممكن في حاجات زي كده تخص العقود ممكن ما يلوش الاثوريتي ان هو يعدل في في حاجات زي كده. تمام. فانا لا مثلا رئيس القطاع قال لك عدل، تمام مفيش مشكله يا هندسه، هبعت لك ميل اسبير اور كونفرزيشن كذا كذا، وتديني بس كونفيرم. اداني كونفيرم وحاطط البريكيورمنت وحاطط الاداره بتاعتي الكوميرشال دايركتور مثلا عندي ومسيس واسبير الكونفرزيشنز او الانستراكشنز مثلا من مدير القطاع او ما الى ذلك، ان التشوين هيبقى علينا. خلاص انا بنفذ انستراكشنز وبامن نفسي بالايميل ده، وبرفك الايميل ده كمان بيكون مكمل معايا في العقد. يعني انت بعد ما الكونفرميشن يجي لك تاخد الايميل ده تقوم حطه مع العقد كمكمل ليه. جميل.
طيب ما ردش عليك في الكونفirmation، انا بطبق العقد. يعني والله يا هندسه انا تمام، انا اول ما يجي لي الكونفirmation هطبق، لكن ما تطبقش فيربال. ناس كتير احيانا بتحرج انها تقول الكلام ده. لا، انت لو سي مثلا، الاشخاص دايما قاعده كده، الاشخاص بتمشي، الورق قاعد. انت جه حد منك استلم الشغل، هو ما حضرش ان مثلا التشوين بقى علينا بدل على المقاول، ما حضرش الكلام ده، وانت نسيت تقول له وانت بتسلمه، او ما حصلش تسليمه، فما حصلش اوفرلاب بينك وبينك ان تسلمه او تقول له المعلومه دي. فين الميل اللي بيقول كده؟ هو ما تبقى الاتاتش ده، ما يكون مع مع العقد بتاع المقاول مثلا، ده خلاص انت كده هو بيدخل يبص ايه ده في ميل بيقول كذا 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 كذا، تبقى حاجاتي كلها مترتبه تمام. كل حاجه ببقى قافلها بورق، ما باخدش انستراكشنز فيربال، الا حاجات، لو حاجات بسيطه اللي هو لا مثلا مستخلص هنطلع له، هو المفروض كل نص شهر، لا هنخليه كل شهر. ماشي، يعني حاجه مش خلينا نقول ايه، مش هتاثر على العقد قوي في حاجه. جميل، مش هيكون فيها كمان امباكت فلوس، يعني التشوين ده هيكون فيه امباكت فلوس، لان انا ساعتها هجيب معدات وانا اللي اشون له. تمام، فعشان كده الحاجات دي لازم اكون قافلها اوفيشال. جميل، فدي من نقطه المسؤوليات. لائحه الصحه والسلامه، بيبقى في خصومات، ان مثلا احيانا بتجي لك من السيفتي ان لا، طبقا للائحه ان الراجل ده مثلا مش ملتزم مثلا ب... بالصحه والسلامه المهنيه، فهننزل عليه خصم 3000 جنيه. الخصومات اللي بتيجي من السيفتي، تمام، خصم لازم يبقى ماضي عليه مدير السيفتي، ولازم يبقى مدير المشروع كمان ماضي عليه. يعني اي خصومات بتجي لك، اي خصومات لازم، سواء بقى جاي لك من مدير تنفيذ، مدير سيفتي، وات ايفر، لازم تكون ماضي عليها مدير التنفيذ او مدير الموقع او مدير السيفتي، ويكون عليها امضه مدير المشروع. احيانا مدير المشروع يقول لك لا، السيفتي ينزل مثلا 20,000، مدير المشروع يقول لك لا هم خمسه بس كفايه مثلا، او يعمل لها هولد او فلازم الخصومات وهي جايه لك تكون ابروفل من مدير المشروع. النقطة الثانية واللي أنا بفضلها، إن الخصومات يمضي عليها المقاول. يعني الخصومات التنفيذ، خصومات مثلا بتجيلك من التنفيذ مثلا، يعني أنا كنت هنستفيد فيها، بس عشان إيه، شيء بالشيء يذكر. يفضل ان المقاول يبقى عارف الخصومات اللي نازله عليه في المستخلص. ليه؟ عشان ما يجيلكش انت بعدين يا هندسه هو انت منزل عليا خصم ليه كذا كذا كذا. انا مش منزل عليك حاجه، انا واحد بدرج الخصم، لكن انا ما بنزلش عليك حاجه. فلان الفلاني او مدير التنفيذ هو اللي منزل عليك. فلو كده روح اتناقش معاه، يقول لك لا انا انت اللي ادركت المذكره. طب فين المذكره عشان ابص على قيمه؟ تسحب منك وقت ومجهود ودنيا. فبتبقى الموضوع صعب يعني. فانا بفضل عشان لو في يبقى المقاول ماضي، عشان عارف ان قيمه الخصومات دي نازله عليه، عشان تبقى ايه قدر الامكان. يعني الحاجه دي طبعا بالتنسيق مع مدير التنفيذ ومدير المشروع، ان يبقى ده انستراكشن واضح من مدير المشروع ان انت شايف ان المقاول ده يستحق الخصم، خلاص ان مضي المقاول. طيب يجي يقول لك المقاول ما مضاش يا هندسه، المقاول مش عايز يمضي، حلو، يبقى تم ابلاغه. هتكتب يبقى تم ابلاغه، على الاقل عرف ان في خصم نازل عليه. بس يعني دي من النقط اللي هي بتشيل من عليك بعد كده هيدك الايه، ان انا بقى اقعد اتكلم في حاجات ان دي بيبقى فيها وقت ضايع كتير، نقطه الخصومات دي بالذات. فدي بتشيل الهيدك كبير من عليك. طيب كل ده انا بقوم لمه في سب كونتراكتورز لوج. لازم يبقى عندك كده لوج. انا مثلا عايز معلومات عن العقد، مش كل حاجه هفتح العقد، لا لازم يبقى عندي لوج، مجرد ما افتحه ابص على كل التفاصيل. يعني مثلا اللوج ده انا يعني حاطط فيه كل التفاصيل. ده السيريال الديفيجن، ديفيجن مثلا 31 ديفيجن ايلس وورك، اسم الشركه ايه، الكونتراكت ديت، تاريخ تحرير العقد امتى، الكونتراكت نمبر او كونتراكت ريفرنس اسمه، الكونتراكت فاليو قيمه العقد،
الادندمز هنا، ده العقد مثلا طلع له ادندم 1 و2 و3، قيمه الادندمز كذا، يبقى توتال كونتراكت عامل كذا. ادفانس بيمنت، لو في ادفانس بيمنت قد ايه، مثلا سي 10%، مثلا لو 10%، فيجيب لك الايه، قيمه الادفانس بيمنت، المده، كونتراكت ديوريشن قد ايه، الفيز، الراجل ده شغال فين. لو انت عندك المشروع فيزز مثلا وريجونز، يعني ايه، يبقى اللي هو مثلا فيز واحد ريجون كذا، بيلدينج كذا، يعني اي وبي مثلا. ولو في اي ملاحظات، ده بمجرد انت كده حطيت النقط المهمه خلينا نقول ايه، البيزك بوينتس اللي انت عايز تخش تقرا او تعرفها عن اي تعاقد، هي ملمومه لك في لوج واحد بس. دي من الحاجات اللي ايه، وده معمول تيبل عشان لو حبيت بعد كده تعمل سلايسرز وتفلتر مثلا بالديفيجن، او تفلتر بالشركه وات ايفر، حسب ما انت ايه تسهل عليك يعني الدنيا. فانا برضو هسيب لكم اللوج ده عشان ايه، يعني بصراحه من تنظيم الشغل وتظبيط الشغل اهم من الشغل زي ما بيقولوا. فدي نقطه. طيب آه، اما بيجي لي يتكلم عن النقطه اللي بعدها، اما بيجي لي انا عايز اطلع للمقاول ملحق، تمام، نطاق عمل جديد. قلنا بنعمل سب كونتراكتور ميمو او سب كونتراكتور ريكويست، طلب تعاقد. وطلب التعاقد ده انا ببعته، سواء انا اللي ببعته، تمام، حسب بقى ايه يعني ايه البوليسي بتاعت الشركه، ده هيبقى في نطاق عمل مين. احيانا بيبقى في التنفيذ هو اللي بيبعت طلب التعاقد، واحيانا في الاغلب الكوميرشال، ويبقى بس التنفيذ ايه بيبلغه بالنطاق اللي هو عايزه، تمام. فسي مثلا انا عايز التنفيذ بلغني ان هو عايز ايه، مقاول لمبنى اكس ومبنى واي. فخلاص انا بجيب مبنى اكس ومبنى واي بحصرهم. انت عايز مقاول خرسانات، يبقى هيشتغل في البنود دي، تمام، وببعت الكميات دي وببعتها للايه، للبريكيورمنت في طلب تعاقد. ماشي. طيب الطلبات التعاقد دي من المهم ان انت تكون بتراقبها، او بتعمل خلينا نقول ايه فولو اب عليها. يعني ما ينفعش ان انا ابقى ايه باعت طلب بقالي شهر ومش شايف او مش متابعه. لازم ان انا ابقى متابع خاصه لو في سكوب شغلي. لو هي في سكوب التنفيذ، خلاص دي تبقى مسؤوليه التنفيذ. بس لو في سكوب شغلك، يبقى انا لازم اتابع طلبات التعاقد واشوف ايه اللي جالي منها، وايه اللي اتحول خلاص ده بقى طلب تعاقد اترجم لعقد او اترجم لملحق، وايه الحاجات البيندنج الاوبن. والحاجات الاوبن لازم كل اسبوع على الاقل اقوم باعت للبريكيورمنت الحاجات دي واقفه عندي. عشان كده مثلا سب كونتراكتور ميمو او سب كونتراكتور ريكويست بنحط فيه السيريال الريفرنس، سواء ده ايرجنت، يعني ده حاجه ايرجنت ولا حاجه نورمال، انت مستعجل عليه ولا لا. احنا دايما ايرجنت يعني. اسم المقاول، لو في ترشيح لمقاول وده بيبقى من مدير المشروع بنحطه. لو ما فيش سب كونتراكتورز خلاص. طب لو انا هطلع ملحق، يبقى احط برضو السب كونتراكتور نيم، بدل ده هنطلع له ملحق يعني. والديسيبلين بتاعي اعمال ترابيه، ديسكريبشن فيس كذا. لو في بلوت او بيلدنج معين بحطه، او هيشتغل في الموقع بشكل عام، لان الارث وورك بيبقى جنرال سايت بشكل عام. انا بعته 12 1 25، الاكسبكتد ديت المفروض خلال 14 يوم، ده اوبن، تمام. وبيظهر لي هنا ده الاوبن. هو يعني ايه اوبن؟ يعني ده لسه مفتوح والله ايه، اتقفل، بيتبعت لك عقد، هيتبعت لك عقد، فاقوم بحط هنا العقد واقوم ايه عامله كلوز، فيبقى خلاص ده قفل. من المهم ان انت دايما بتراقب الطلبات التعاقد اللي مفتوحه، لان طلب التعاقد احيانا في مقاولين بتنزل تشتغل ما بيكونش طلع لهم عقود. فانت لو سايب الموضوع سارح، هيتعمل لك انبيلد كبير، او خلينا نقول ايه للمقاولين. يعني انت كده كده بتصرف بتصرف من المقاول، بس المقاول ذات نفسه حاجات فواتير لسه واقفه انت عليك متراكمه. لو المقاول ده قاعد شغال 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 شغال، انت بيتراكم عليك فلوس هتدفعها مره واحده، فده برضو مش ايه، مش حاجه كويسه.
فانت لازم اول حاجه اعمل فولو اب. حصل تاخير بصعد الموضوع لمدير المشروع. حصل تاخير بسكليت المشكله. لازم دايما تعمل سكليت للمشكله عشان لغايه ما تتحل. مدير المشروع ريمايندر، كل مثلا كل اسبوع ببعت ريمايندر. يعني انا مثلا عن نفسي الشيت ده بعت كل اسبوع للبريكيورمنت، لازم يبقوا شايفين الابديت. كل في اي اجتماع مثلا، في احيان بتحصل اجتماعات شهريه مع الدايركتور، بنقول على الكلام ده ان في عندي حاجات اوبننج كذا او كذا. ليه؟ عشان العقود اللي واقفه موقفه لنا شغل، موقفه لنا فلوس المفروض هتدفع للمقاولين. يجي بعد كده ممكن الدايركتور يقول لك طب انت ما زنتش ليه؟ لا، انا زنيت مره واثنين وثلاثه، وده يبقى العادي بتاعك. احنا زنانين في الشغل بتاعنا لغايه اما يقفل. فدي من النقط اللي المهم ان انت ايه تبقى راكب عليها، خاصه لو تاني لو في سكوب شغلك. والله كمان انا بشوف النقطه دي، اللي هو حتى لو مش في سكوب شغلك لازم انت تبقى اوير بيها وعارف العقود اللي واقفه قد ايه. لان المقاولين كده كده هتيجي تقول لك يا هندسه انا شغال وما طلعليش عقد، انا مش عارف ايه. طب يعني ما ينفعش ابقى انا مثلا المدير المشروع يقول لي هو ايه هي العقود اللي واقفه عندنا او طلبات التعاقد، فاقول له لا دي تبع التنفيذ لو هي تبع التنفيذ. لا، انا بفضل وارد يبقى ده عادي، بس انا بفضل حتى لو مش في سكوبي يفضل ان انا ابقى لا متابعها وفولو اب عليها، وعارف المقاولين اللي واقفه ملاحق عقودهم على ايه، وعارف المقاولين سواء ملاحق سواء عقود واقفه فين وما الى ذلك. وبفولو اب عليها. ده تاني دي وجهه نظر. طيب، ندخل بقى على المستخلص، مستخلص المقاول. ناخد كده ايه مستخلص. المستخلص مقاول الباطن بيبقى حاجه بسيطه جدا. طبعا هنا بحط اسم المشروع، كود المشروع، اسم مقاول الباطن، تاريخ اعداد المستخلص، مستخلص رقم كام، الاعمال المنفذه حتى تاريخ كام، نطاق اعمال المقاول، عقد رقم كام اللي هو الكونتراكت ريفرنس. وبقوم حاطط ايه؟ بقوم حاطط هنا ده الجزء ده اللي هو خاص بالايه، ببيانات امر الاسناد او بيانات التعاقد. يعني العقد بيجيب لك بنود، ادي البنود اهي والوحده بتاعتها، كميه، الفئه، وقيمه الاعمال. وهنا لازم يبقى القيمه دي زي القيمه اللي في العقد، زي قيمه في العقد. احيانا في ناس يعني ايه مثلا تيجي تحط القيمه تلاقي ايه، ان مثلا ما بتهتمش بالنقطه دي. مثلا يحط هنا 1800، فبدل هي 900 930536 تطلع كده. فطبعا تديك ايه؟ قيمه فرق جنيهات او كده. لا، لازم قيمه عندي امر الاسناد تبقى مظبوطه، كل حاجه تبقى صح. ماشي. وطبعا بالقيمه المضافه بحط القيمه المضافه زي العقد. ماشي. لو خدمات مثلا بتبقى 10% هتحط ال 10%. فانت ماشي، والقيمه دي تبقى زي اللي موجوده في العقد بالجنيه. ماشي. فده تمام. بعد كده بحط الكميات، كميات السابق والحالي. بيبقى فيه هنا سابق وحالي واجمالي. وطبعا بيبقى الاجمالي قصدي الحالي بيساوي الاجمالي ناقص السابق. وبعد كده الموضوع نفسه بيحصل في الفلوس سابق وحالي واجمالي. آه هنا بقى النقطه دي ان الاجمالي الحالي هنا بيساوي الاجمالي المستحق ناقص السابق. ايه هو إيه الفرق بين الاجمالي ده والاجمالي ده؟ احيانا مدير المشروع يجي يقول لك بص محمد، الراجل ده مش شغله لا يعني مش تمام، علي لي 80% من كل شغل. 80% خلاص، فهم جاي هنا عمل 80% بس. يعني خلينا ايه عشان ما ننزلش قوي عشان ما يسلبش، خلينا نقول 90% برضه. ماشي. 95% بس. نزل لي اصرفه لي بنسبه 5، اعمل لي عليه 5%. ماشي يا هندسه خلاص، فقمت ضارب كل البنود 95%. فالراجل ده يبقى الحالي بتاعه ايه؟ المستحق، اجمالي المستحق ناقص السابق. تمام. هو المفروض يستحق ايه؟ الراجل ده يستحق 17 مليون.
تمام، لكن مدير المشروع صرف له 16 مليون، تمام، وعامل عليه تعلية ايه 5%. ماشي. فدي الفكره يعني. بس تاني، كل شركه ليها تمبلت في المستخلصات بتاعتها، يعني انت هتلتزم في الاخر بالتمبلت بتاعت الخاصه بالشركه بتاعتك، تمام. بس انا بوريك تمبلت هي يعني نقول ايه، هي بيزك الى حد كبير، يعني التمبلتس دايما بتاعت المستخلص بيزك، سابق وحالي واجمالي، سواء في الفلوس سواء في الكميات. تمام. طيب، حطيت بيانات الاسناد، وزي ما قلنا ده نقطة كميات الأعمال، الفلوس، وطبعا الفلوس بتساوي الكمية في الفئة. تمام. وبعد كده الإجمالي المستحق بيساوي الإجمالي في نسبة الصرف اللي بيقول عليها مدير المشروع. تمام. طيب، بعد كده تيجي الجزء الثاني من المستخلص، قيمة الخصومات. لو انت عندك مثلا تعليات، عندك مذكرات خصم، عندك يوميات عمالة بالخصم، عندك مهمات، لو المهمات عليه وانت وفرتها له هتخصمها عليه، تمام، بحطها هنا ايه في قائمة الخصومات. ماشي. وقائمة الخصومات دي بتجي لك مسعرة، سواء من كوست كنترول احيانا هو اللي بيسعر مذكرات الخصم، او بت بيبقى عندك الحسابات بتبعت لك قيم الخامات دي. تمام. يوميات العماله دي بتبقى ايه معروفه، اليوميه عامله كام. في الاخر التسعير ده انت بتجيبه حسب بقى، بتختلف من شركه لشركه، سواء المذكره دي انت كل قسم بيسعرها، السيفتي بيسعرها، او مدير مشروع احيانا بينزل مذكرات، هو اللي بيقول مذكر، لو مذكره خصم يعني يقول مثلا الراجل ده عليه جزء كام، او مدير التنفيذ. بس طبعا ساعتها الموضوع بيبقى ايه يعني، انا هنا بتكلم على مذكرات خصم، مش خصومات معروفه ايه بتسعير معين. يعني مثلا انت عندك احيانا معدات، فدي ليها فئات معينه، فخلاص دي ممكن انت تسعرها، او الكوست كنترول هيسعر الايه المذكره دي. تمام. زي ما قلنا المهمات او كده، ده يا اما بيبقى بيتبعت لك قائمه من المشتريات باسعار الحاجه دي، وهي دي اللي بتنزل عليه وبتتحدث كل شهر، او زي ما ايه قلنا الكوست كنترول هو اللي ايه بيسعرها حسب البوليسي بتاعت الشركه. ماشي. طيب، بعد كده نيجي قائمه الاستقطاعات. قائمه الاستقطاعات عندي هنا التعليق، تامين ابتدائي، تعليق، اللي احنا الحاجات بقى اللي في طبقا للعقد، 5% مثلا ابتدائي، 5% نهائي، ارباح تجاريه، تامينات. يعني نسينا نقول التامينات، فاضيفها في البي دي اف. ضريبه مكتب العمل، خصم الدفعه المقدمه. طيب، في نقطه مهمه، احيانا يقول لك في العقد ان المقاول 5% ليه، 5% تامين نهائي، لا اما تخصم عليه 5% تامين نهائي، او يجيب لك ضمان بخطاب بنكي بقيمه ال 5% دي، حاجه من الاثنين. فعشان كده انا قبل ما انزل، ودي بتبقى ظاهره في اول مستخلص عامه يعني، قبل ما انزل ال 5%، لو البند ده موجود عندي كده، لو البند ده موجود عندي كده ان انت كان يتطبق عليه 5%، اما 5% تخصم من المستخلص، او 5% بضمان بنكي. فالكلام ده برضو المقاولين الايه، خلينا نقول ايه، هي حجم اعمالهم كبيره يعني. ساعتها ان انا باكد مع الحسابات ان هل الراجل ده جاب خطاب بنكي، خطاب ضمان بنكي من قيمه ال 5%، يقول لي مثلا خلاص ابعت لي صورته. ماشي، يبقى انا اتاكدت. جميل. واقوم شايل الايه، ساعتها مش هطبق عليه ال 5%، لانها حاجه من الاثنين، لا اما بضمان لا اما 5%. ماشي. طيب، جميل. فدي النقطه دي مهمه. طيب، خلينا نكمل في النقطه دي. قال لك ضمان بنكي 5% على قيمه العقد، وليكن العقد عامل 10 مليون. ماشي. وجاب لك خطاب بنكي. جميل جدا. خلاص، يبقى انا ايه هشيل من عليه الايه ال 5% زي ما احنا اتفقنا. ماشي. طيب، جيت انت، عشان دي من النقط اللي حصلت معايا. الراجل ده عقده ب 10 مليون، اتعمل له ملحق ب 5 مليون. لازم، وما جابلوش خطاب بنكي، لازم انت حاجه من الاثنين، يا اما اما يتبعت لك العقد
ه... هتسال الماليه برضو عن عن نقطه الخطاب البنكي للملحق، ان الراجل ده لازم يجيب لي خطاب بنكي من الملحق، لا اما هنزل 5% على الملحق على الجزء الجديد اللي هو ب 5 مليون. الكلام ده في حاله ان البند متقال كده، يعني زي ما بقول لك اللي هو ايه، اشترط العقد ضمان خطاب بنكي للتامين النهائي، ماشي، او الابتدائي وات ايفر حسب الايه المنوط. اما السكوب بتاع العقد بيكبر لازم يكبر معاه الضمان، سواء بقى ساعتها يجيب لك خطاب بنكي تاني ماشي بالجزء بالملحق، او هخصم ال 5% على الملحق فقط، ماشي. دي نقطه. نقطه ثانيه، خصم الدفعه المقدمه. نيجي نخصم الدفعه المقدمه. طيب الدفعه المقدمه بخصمها حسب النسبه بتاعتها، تمام، سواء 10 15 وات ايفر ايه، حسب نسبه الخصم اللي مذكوره في التعاقد. من المهم برضو ان انا مثلا جاي اعمل اول مستخلص، بكلم الحسابات اقول لهم الراجل ده صرف الدفعه المقدمه. احيانا المقاولين على فكره ممكن ما تكونش صرفت، فانا هخصم عليه من غير ما يصرف، تمام. احيانا المقاولين تصرف بعد المستخلص رقم، من اول ما يصرف تخصم ان شاء الله، ايوه هتخصم ساعتها باثر رجعي، ما فيش مشكله. بس انا ما اقدرش اخصم من غير خطاب ضمان، ان هو الراجل سواء اول حاجه بيبقى بخطاب ضمان لانه لازم بدل الدفعه، لا اما بيكتب شيكات مقاولين الباطن، لا اما بتكتب شيكات، لا اما بتجيب لك برضه خطاب ضمان. لازم اكون اتاكدت ان المقاولين صرفت الدفعه المقدمه، لان احيانا يتكتب في العقد والمقاول يقول لك لا انا ما صرفتهاش، يعني خلاص يعني الموضوع ما صرفتش منكم والدنيا مشيت والدوره مشيت، فهتقسم عليه يعني ايه. ما تخصمش الا لما تجيلك افاده، والافاده دي ايه، حاجه اوفيشال، سواء بقى بميل من الماليه ان الراجل ده لا استلم خلاص الدفعه المقدمه، او لو هي نظير خطاب بنكي انا عايز برضو الخطاب بتاع ايه، بتاع الدفعه المقدمه، تمام. الكلام ده مش بيبقى موجود مع العميل عشان دنيا العميل غير دنيا المقاولين الباطن. مقاولين الباطن احيانا تلاقي مثلا الكلام ده بيحصل معظم الدفعات المقدمه، بتحصل مثلا لو مقاولين انت متكامل داخلين عندك، او مقاولين رخام الموتيل، الناس اللي هي البنود الثقيله، فبتديهم دفعه، فممكن انت ايه عقبال ما يجيب لك خطاب الضمان ومش عارف ايه يكون خلص الشغلانه، خاصه لو شغلانه ايه حاجه صغيره، فتلاقيه ما ايه ما خدش دفعه مقدمه، فانت ما تخصمهاش عليه الا اما تتاكد ان هو صرف الدفعه المقدمه. انا بقول لك يعني ايه، بسير دايما النقط اللي هي ايه قررت وحصلت معايا يعني، تمام. دي النقط. وبعد كده في الاخر اجمالي المستخلص بعد الاستقطاعات هيساوي قيمه المستخلص دي، تمام، الاجمالي بعد القيمه المضافه، تمام، دي بقى ماشي، مطروح منه الايه اجمالي الخصومات واجمالي الاستقطاعات، تمام. طيب لغايه كده جميل جدا. كنا اتكلمنا قبل كده في نقطه مهمه، ان انا مستخلص المقاول لما بنيجي نعمل البروجرس، لو احنا فاكرين قبل كده الويتس بتاعت البنود قلنا بنعملها للعميل وبنعمل زيها للسب كونتراكتورز. فانا دايما ببدا اهو مثلا المقاول ده معاه عملنا ده البروجرس مثلا، تمام، وده مقاول خرسانات، فانا بقسم البلين كونكريت لفورم وورك وكاستك، صب خرسانه نجاره وصب، الار سي نجاره وحداده وصب، التاي بيمز نجاره وحداده وصب، وهكذا، تمام. بعمل ايه؟ بعمل الايتم ويتس اللي احنا كنا عاملين زيها فين؟ في مستخلص العميل، وببدا احط هنا الكيو اس. طبعا دي فورمه اللي انا مثلا يعني اللي بفضلها، وانها شبيهه الى حد كبير من اللي موجوده كمان في ايه، في مستخلص العميل، ماشي. دي الويتس بتاعتي، ودي هنا بدي التنفيذ يقول لي بقى الراجل ده مثلا، يعني الراجل ده نفذ البند ده بنسبه قد ايه. سي مثلا الراجل ده نفذ نجاره بس، هقول لكم الالوان دي ايه هي، نفذ نجاره بس، فخد ايه 75%، نزلت له 75% بس من البند،
هي اللي نزلت وتتضرب في الكميه، لا صب 50% مثلا يعني، فيبقى وصل لنسبه ايه 78%. خلاص لا صب 100%، يا خلاص يبقى ايه البند بيملى عنده 100%. فانا باكد حتى انا ملونها بالاصفر عشان ايه التنفيذ بيبقى عارف ان هو ده الخانه دي هي اللي ايه هيلعب فيها او هيحط البروجرس بتاعه فيها. وبعد كده انا ببدا ايه اشتغل المستخلص، وبعد كده بيتحط الايتم بروجرس اللي هو بيبقى مجموع ده وده، السايد بروجرس مضروب في الويت، فبيديني بعد كده النسبه الاجماليه، ثم بيديني التوتال كوانتيتي. طيب حبه حاجات وتفاصيل احنا كنا برضو وضحناها، ان لازم انا بحب يبقى عندي ايه على جنب كده بريفيوس، عشان يظهر لي ايه الحاجات اللي اتضافت، ايه الحاجات اللي اتشالت. مثلا لو احنا هنيجي هنا مثلا، خلينا هنا اهو، مثلا ناخد دي، انا هبدا اعمل مستخلص هزود النسب، ماشي. فهو ما كانش عامل الاس او جي، لا عمل الاس او جي، التنفيذ جه قال لي الاس او جي زاد 50%، فظهرت ان كده ده بند، ده حاجه زودها التنفيذ عشان ابقى شايف. طيب جه التنفيذ كان منزل له مثلا النسبه هنا، منزل له صب 50%، جه المستخلص ده قام شايلها. طب انا باللون الاحمر شايف ان ايه ان التنفيذ شال حاجه كانت نازله، فعشان ابقى مراقب هو انت ليه شلت، هو مش انت كنت منزلها له يعني كنت منزل له النسبه دي قبل كده، طب انت شلتها ليه؟ فيقول لي مثلا لا يا هندسه انا كنت بحاول ازق معاه وبعد كده الراجل، وطبعا ده مش صح، بس انا بقول لك التبريرات يعني. لا يا هندسه دي كانت غلطه، لا مش عارف ايه، فاهم؟ المهم في الاخر ان انا هبقى قاري بالالوان الجاستيفيكيشن دي، واحنا كنا شرحنا قبل كده طريقه عمل الايه الدنيا دي عن طريق الايه الكونديشنال فورماتنج يعني. تمام، انا كده كده هسيب لكم الفايل ده بالايه بالكونديشنال بتاعته. طيب دي نقطه من النقط. انا هنا مثلا عاملين برضو حاجه، الراجل ده مثلا معاه المقاول ده معاه 5 بيلدينج، ماشي. الخمسه بيلدينج طبعا بلين كونكريت وار سي وكولمز وستيرز واسقف. في المستخلص في العقد كل حاجه واخده كود، يعني مثلا العاديه واخده ايتم رقم 1.1، المسلحه واخده بند 1.2، السملات واخده 1.3، الاس او جي واخده 1.4، العمدان والسلالم والحوائط 1.5، والسقف والكمرات 1.6. طيب انا هنا ايه شايف البنود دي، انا كنت عشان الراجل ده واخد كذا مبنى، فقمت ايه عامل هنا الريفرنس ده مثبتين، وفي الاخر عاملين سم اف الريفرنس ده عشان يجمع لي من كل المباني التجميعه دي، يعني من كل المباني البلين كونكريت اتنفذ منها قد كذا، ده ايه سم اف. تمام، وعاملين هنا معادله راوند دي ليه؟ عشان تقرب لك لاقرب رقمين عشريين. يعني لو احنا حبينا نعملها مع بعض، تعالى كده نمسح اهو، هنقول هنا مثلا اول حاجه صم اف، لو الرينج ايه الرينج بتاعي اهو، الرينج بتاعي اهو ماشي، والكرايتيريا 1.1، والسم رينج هيجمع من هنا، ماشي اهو، اوكي اهي 1120. طيب خلاص عملت دي، هاجي هنا اقف برضو اقوم كاتب ايه راوند، راوند اهو النمبر. طيب إيه هو هيبقى مجموع السم اف اللي احنا قلنا ايه عليه. طيب عايز تقربه لاقرب كام رقم؟ عايز لاقرب رقمين، انتر، خلاص هو قرب لك لاقرب رقمين. تمام، ليه؟ عشان ما يبقاش فيه كسور، عشان احيانا لو انت مثلا شغالين بنظام ساب او اوريكل وبترجع ترفع المستخلصات دي عليه، فانت الحاجات دي لازم تكون متقربه لاقرب رقمين، عشان عشان في الاخر لازم مثلا الاوريكل يبقى زي المستخلص الورقي.
تمام، لو انتوا شغالين ايه، لو الحاجات دي بتترفع، فما يبقاش في اختلافات قروش ولا الى ذلك وما الى ذلك، فما يبقاش في جنيهات فارقه او كده. فاحنا بنستخدم راوند عشان تبقى ايه، مدياك دايما القيمه بالظبط. انا دايما بقول لك على التريكس اللي احنا ايه، اللي شغالين عليها انا والتيم حتى بتاعي يعني. طيب، من الحاجات اللي مهم جدا تبقى برضو دي من مع سرعه الشغل، ان دايما مستخلصات المقاولين بتكون كتير وبيكون الوقت مضغوط. فانت كل لما كنت منظم التمبلت بتاعتك والبروجرس بتاعك انه يبقى اوتوميتد، وتبقى دايما عارف تشيك على نفسك، الموضوع نسب الخطأ بتكون قليله. خلينا هنا، وانت المقاول او التنفيذ بيدخل لك نسب احيانا، تلاقي عمل لك ايه، بدل 50 بقت دي 500. نشيل خلينا نقول في الحاله العاديه 500 او 5000 كمان. تمام، انت شايف الرقم؟ خلي بالك احنا مع التوتر التاني، مع التوتر ومع ضغط الشغل وارد الاخطاء دي تحصل. ماشي، فشايف مثلا هو بيجمع ممكن يحصل سبمشن غلط، ممكن دي تلاقيها مجمعه مثلا، تلاقيها مجمعه، خلينا نحط مثلا هنا 100 100، بلاش دي تتحط هنا مثلا 50، تبقى دي المعادله معموله كده، قلبت 200%. وارد، خلي بالك كل ده حاجات وارده تحصل في الشغل. طيب، عشان دورنا ايه، ان هو انت قدر الامكان ان ايه، خاصه لو الكميه دي مثلا، انت متخيل مثلا لو الكميه دي مش 50 مثلا، نقول مثلا ايه، 500، الرقم بقى كبير الضعف، رقم كبير، ومعنى كده ان دي فلوس المقاول هياخدها والموضوع عشان تلمه وارد ما يتلمش على مستخلصين ثلاثه. فالمهم دي من الحاجات اللي بتبقى موجوده. فاحنا بنحب نعمل معادله دايما تامني دايما، اللي هو ايه، معادله، بنعمل هنا معادله مينيمم. اقول له مينيمم خد الاصغر من ايه، من واحد، او مجموع الايه، او مجموع المجموع ده. شفت هنا جاب لك 100 مع انك واخده لغايه تحت، يعني انك هنا واخد بس جاب لك 100. سي مثلا، سي المفروض الصح بتاعها تبقى 40، وصلت لل 100 هتعرف تلم ال 60% دول، لكن مش هتعرف تلم 160%، او لو وصلت 500% مش هتعرف تلم ده. فانت كده بتحكم، بتقلل نسبه الايرور اللي ممكن تحصل، اللي ممكن تحصل. تمام، عشان كده دي ثابته عندنا في كل المعادلات ان هي مينيمم، عشان لا قدر الله لو حد مثلا بالخطا حصلت او ما الى ذلك، يبقى انا قادر على الاقل الم الجزء الزياده عن اللي الراجل يستحق. الراجل ما خدش اكتر من 100%، وكده كده بنسبه كبيره هيوصل لل 100% اجلا ام عاجلا. تمام، لكن ما يتجاوزش ال 100%، يبقى انا كده على الاقل حكمت التجاوز بتاع ال 100%. تمام. يعني مش حابب اطول عليكم. دي كانت اهم النقط في المبدئيه، يعني في نقطه المستخلصات والعقود المقاولين. وان شاء الله ان شاء الله باذنك يا رب نكملها السيشن الجاي. ولو في اي استفسارات انا معاكم على اللينكد ان والايه والواتساب على الجروبس الكوميرشال كوميونتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.